في واحد يقدر يرد الخلافة؟ 2025 ميلادية سوف يعلن المسلمون قيام الخلافة. رواية للأساطير وتجارة للوهم في سوق البسطاء، وتحريض على القتل والفوضى في ميدان الأبرياء. إخواني لف حول رأسه عمامة الدعوة، والتف حول دعاويه وأهدافه السياسية. هذا الملك الجبري وسيلته للوصول إلى الحكم القوة، وضمان بقائه القوة، ونزوله بالقوة. عبد المجيد الزنداني داعية يمني وقيادي بارز في تنظيم الإخوان المسلمين، من لعب دورا مهما في تكوين حركة الأفغان العرب لتنظيم القاعدة، حتى صنفت جماعته لاحقا بالأنشطة الإرهابية، ومن احتضنته تركيا في آخر أيام حياته، كما هم الأسلاف والشركاء، حتى توفي تاركا خلفه الكثير من المشاهد، كعلاج الأمراض المزمنة والأوبئة، والذي ورث أبنائه بعد ذلك ما كان لديه. يعمل في خارج اليمن فأصيب بالإيدز، فنقل الإيدز إلى زوجته وابنته، وابنته كانت لا تزال في بطن أمها، فخرجت البنت تحمل هذا المرض والأم تحمل هذا المرض، فقلت تفضل هذا العلاج اذهب. فجاءني بعد شهرين قال أبشرك انتهى الإيدز. معنا الآن حالة جديدة من الحالات التي جاءت إلى مركزنا وكانت مصابة بمرض سرطان الدم، وقد تماثلت بعد استعمالها لدوائنا بفضل الله إلى الشفاء. نتكلم هنا عمن استخدم قصص الهوى ووظفها في سياقات دينية، حتى وقف أمام الناس ليوجههم نحو القتال. أقول هذا الفيلم إن هناك طيورا تهاجر الآن من أوروبا إلى بلاد العرب، ومن أمريكا إلى أمريكا الجنوبية، ومن روسيا إلى دول جنوب روسيا، ويقولون هذا إنذار، هم يقولوا الطبيعة من خلق الطير اللي بيهاجر ومن دله على طريقه الهجرة. يقولون هذا معناه أن هذه الطيور تعلن أن هذه الدول ستكون غير قابلة للسكنى، غير صالحة للسكنى في خلال 15 إلى 20 سنة. سنشهد قيام حضارة عالمية جديدة تمتد من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، واسم هذه الحضارة الخلافة الإسلامية. إنه صاحب تنظيم الإصلاح في اليمن، الذي صاحب أعداء بلاده وتلون خدمة لمشروع أخذ من الإخوان اسما ومن التفرقة والدمار رسما. يوسف الغنامي، MBC.